في الحقيقة أنا مباشرة لما شفت الفيديو اعتبرت بأنه النشر ديالو ربما كان خطأ، لأن الفيديو يتضمن تحريض واضح على الإرهاب، وأظن بأن حتى الموقع بنفسه لما عطى الخبر ديال الفيديو هو بنفسه كيقول بأن هذا يدعو الشباب إلى الجهاد وإلى عمليا ارتكاب أعمال اللي هي جنائية. فالفيديو ماشي فقط كان كخبر، ولكن كان كله بث بكامله، وأعتقد بأنه أكيد يتضمن تحريض واضح، لأن هذا الفيديو ديال القاعدة يتضمن تحريض على الإرهاب. الآن هل كانت نية الموقع هو التحريض على الإرهاب؟ أنا لا يمكن أن أجزم بذلك، لأن ما يمكنليش نحكم على النيات. الفعل الآن هو هذا، هو أنه فيديو يحرض على الإرهاب بث عن طريق وسائل الإعلام. أظن بأنه البلاغ ديالنا كان واضح، وقراءته لا تحتمل أي تأويل، لأن بلغنا لما كنقولوا نحن في حالة ما إذا حصل التطور، بمعنى أنه إذا حصلت المتابعة نقول بأنه ينبغي تطبيق قانون الصحافة، ولكن باستمرار موقفنا المبدئي واضح. نحن دائما نطالب بتطبيق قانون الصحافة في قضايا النشر والصحافة. بما يترتب عن ذلك هو أننا نحن لا يمكن أن نقبل للصحفي ويطبق عليه قانون الصحافة وأنه يقدم في حالة اعتقال، هذا في حالة إذا تمت المتابعة والمحاكمة، بمعنى أننا نعتبر أنه الصحفي ليس فوق القانون والصحفيين ليس فوق القانون، ويمكن يخضعوا للاستنطاق لكن في حالة سراح. هذا هو موقفنا بموجب قانون الصحافة، ولذلك البلاغ كان واضح في هذا الشأن. هذا لما يحيل على قانون الصحافة معناه أنه يرفض مسطرة الاعتقال. أستاذ يونس، خلافا لمجمل التوجهات، يعني ألا تعتبرون بأن هذا الفيديو هذا الذي نشره موقع إلكتروني لكم هو تنبيه للدولة وفي نفس الوقت هو تنوير للرأي العام؟ السؤال ربما المقابل لهذا السؤال ديالكم اللي طبعا عنده وجهته ويناقش الآن، وأظن بأن هذا النقاش لابد أن يفتح. السؤال المضاد ربما هو هل يمكن لوسائل الإعلام أنها تتحول إلى وسيلة نقل، سواء الدعوة إلى الإرهاب، الدعوة إلى القتل، التحريض على القتل، وربما حتى أشياء أخرى. مثلا هل يمكن بفكرة التنوير أنها تنشر مثلا الدعوة إلى الفساد؟ هل يمكن أن تنشر مثلا الدعوة إلى اغتصاب الأطفال اللي يمكن بعض المجرمين يبثوها عن طريق مثلا يوتيوب وغيره، وحنا نقولوا أننا باش ننبهوا المجتمع ولا الدولة أننا ننشروها؟ أظن بأن هذا النقاش لابد أن يفتح. وموقفي الشخصي والموقف اللي عادة ما كنمشيو فيه في النقابة هو أننا احنا عندنا مسؤولية تجاه المجتمع، وهناك حق للمجتمع، وما يمكن لناش نتحولوا إلى أداة وإلى وسيلة لنقل سواء السب أو القذف أو المس بالكرامة للناس أو أشياء اللي هي مخالفة للقانون، مثل مثلا الدعارة وغيرها، أو كذلك المسألة الدعوة إلى الإرهاب. لأن إذا فتحنا هذا المجال هذا غادي يمكن أنذاك تتناسل هذه الممارسات، وتولي وسائل الإعلام بمبرر أنها تنقل إلى الرأي العام ما يحصل أو أنها تنور المجتمع والدولة، تولي أنذاك هي وسائل لنشر مثل هذه الأشياء اللي هي مخالفة في البداية لأخلاقيات المهنة ولحقوق الإنسان. طبعا احنا من المؤكد أننا غنتابعوا هذا الملف كما جاء في بلاغنا من منطلقين. المنطلق الأول هو حرية الصحافة، ولما كنقولوا حرية الصحافة كنقولوا كذلك تطبيق قانون الصحافة والنشر، بمعنى أننا حنايا غادي نتابعوا هذا الملف من هذا المنطلق بما يترتب عن تطبيق مسطرة قانون الصحافة والنشر اللي هي رفض مسألة الاعتقال. لكن بالمقابل ما يمكنش ننازعوا أي طرف من الأطراف وخاصة القضاء في أنه يمكن له يستنطق، ما عرفناش هل ستكون متابعة أم لا، أي صحفي سواء كان أنوزلا أو غيره في قضايا اللي فيها نقاش، واللي أكيد على أنه خص تكون فيها مسطرة اللي هي عادلة، وأكيد على أنه خص كل واحد يدافع على نفسه. وربما يمكن هذه المسألة هذه يتبرأ منها علي أنوزلا عن طريق محاميه، سواء كانت المتابعة أو الآن في هذه المرحلة. إذن نحن كنقولوا على أن الصحفيين ليس فوق القانون،
وعلى أنهم يكونوا حذرين جدا في ما ينشرون وما يبثون، لأن كاين حقوق المجتمع. وفي نفس الوقت نعتبر بأن الاتجاه اللي خص يمشي فيه القضاء هو أنه الصحفيين يحكمون في قضايا الصحافة والنشر بموجب القانون اللي كينظم هذه المهنة، علما على أن هناك فصل واضح اللي كيمكن في حالة سواء الاستنطاق أو المتابعة أو غيرها يطبق قانون الصحافة والنشر، لأن كاين فصل في قانون الصحافة الذي يتحدث عن هذه القضايا. إذن نتمنى أن تسير الأمور بشكل عادي، أن لا تتطور بشكل دراماتيكي كما هي الآن، وأن يكون توازن في معالجة هذا الموضوع. هناك حقوق الصحافة، هناك حق الصحفي، هناك قانون الصحافة والنشر، ولكن بالمقابل هناك كذلك حقوق المجتمع، هناك الواجب الصحفيين باش أنهم يكونوا حذرين جدا مما يبثون وما ينشرون ولو عن حسن النية. واظن بانه هذه المناسبه هذه غتكون ايجابيه باش اننا نفتحوا هذا النقاش، ونتمنوا على انه كل هذا المسار يكون ايجابي، تحل هذه الاشكاليه في القريب العاجل، ولكن في نفس الوقت يكون نقاش اللي هو متزن، نقاش اللي كيعتبر بان الصحفي عنده واحد الرساله اللي هي قويه ومهمه، ولكن ليست هناك نقولوا على انه هذه الرساله هذه ما عندهاش حدود، عندها حدودها في ما يتعلق بأخلاقيات المهنة. إذا رجعنا لجميع المواثيق دولية في مجال أخلاقيات المهنة كنوجد على أنها تحرم وتمنع نشر كل دعوة إلى القتل وإلى العنف وإلى الإرهاب أو ترويج هذا النوع من الدعوات. وهذه المواثيق لم توجد لتوضع على الرفوف، وإنما وجدت لتنفذ وتطبق، ونتمنوا على أنه كما قلت أنه الأمور تمشي في هذا النقاش الإيجابي. شكرا جزيلا.